طبعا الجيش الفاجر، الجيش اللي هو عايز يبيد شعبه، النظام الحاكم اللي عايز يدمر كل شيء جميل في سوريا. احنا النهارده ما احناش مراقبين ولا احنا اي حاجه، احنا بشر، احنا بني ادمين. اللي بيحصل ده لا يمت للبشريه بصله، انا بتبرأ من البشريه جمعاء اللي بتسمح ان يحصل كده في شعب اعزل. البشريه دي اقترح على كل البشر ان هم يلقوا بانفسهم في البحار والمحيطات، يولعوا في نفسهم احسن. اللي بيحصل ده لا في مالناش علاقه بالسياسه. يا لطيف، سعادة المستشار، يعني مستشار محجوب، يعني أنت بالفعل متأثر بما جرى. حدثنا ما الذي جرى بالفعل؟ هل تعرضت للهجوم؟ ومن الذي استهدف؟ اللي جرى إبادة جماعية. اللي بيحصل يا أخي والله لا صياغة كلام ولا صياغة حديث. أنا في بنت عندها 18 سنة هي اللي وجهتني للاتجاه ده. أنا ما كنتش أعرف الكلام ده، أنا راجل أقول لك اللي بيحصل قدامي ده شيء مستحيل. فين الناس؟ فين الحكومات العربية؟ فين الشعوب العربية؟ فين كل إنسان عنده ضمير؟ أنت كمذيع قوم من قناة، قوم اقف من قناة العربية واطلع روح لسوريا، ساعد الناس. اللي بيحصل ده مش وقت استوديوهات ووقت كلام. طيب اللي بيحصل فوق تصور البشر. طيب أنت فقط لو سمحت اخرج وخد الناس كلها واتجه هناك، الناس بتموت والأطفال والنساء. طيب بما أنك أنت موجود في أرض الواقع، انقل لنا مشاهداتك. ماذا شاهدت مستشار محجوب؟ اللي بيحصل انتقام من نظام بينتقم من شعبه، وكل واحد بيطلع يدافع وبينكر. اعرف ان هو بيدافع بينكر غصب عنه. في ناس تبع النظام نفسهم بنقعد معاهم على انفراد، بيبقى الواحد فيهم بيكذب وبيبكي، على الاهوال، لكن قدام الناس التانيين بيخاف. على العموم الحمد لله على كل شيء. فقط لكي تطمن عليك عائلتك ايضا مستشار محجوب، كيف تعرضت للإصابة وما الذي أصابك بالتحديد؟ باب عمرو بيعرض لقصف بالمدافع الثقيلة، ومدينة حمص بتتعرض للقصف بالمدافع الثقيلة. الوفد الجماعي بتاع المراقبين اما بيتحرك من المكان بيبطلوا ضرب لحد ما الوفد يعدي، وبعد كده ينظموا الحركة. لما الوفد يمر يضربوا، لما الوفد كذا، يعني شغل يهود محترمين. اللي بيحصل في سوريا بيثبت ان اليهود محترمين. طيب عفوا مستشار محجوب، فقط للتوضيح، أنت الآن تتواجد في دمشق، لا تخاف على سلامتك؟ يبدو بأن الاتصال مع